السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايوه رجعنا لكم في فيديو جديد من حكاية شاو. عاوزكم بس كده قبل ما ننسى تنزلوا تفجروا الفيديو ده لايكات، وبلاش اطول عليكم، فما تنسوش لايك كومنت شير وصلوا على النبي واشتركوا في القناة، ويلا بينا. رغم ان البحيرة دي باردة شوية الا ان قوة جسمي اللي في مستوى ال30 هتقدر ليه تستحمل البرودة دي، وبيقلع هدومه وبينط في البحيرة، وفجأة بيشوف اللي ما كانش متوقعه، وبيلاقي التنين بيبص عليه وهو بيترعب اول ما بيشوفه، بيطلع جاري من البحيرة وبيقول يا معلم يا معلم، وبيمسك في دقنه وبيطلع. والشاو بيحكي له اللي شافه، فالمعلم بيقول له تنين؟ هو فين التنين ده يا ولد؟ وهما الاتنين بيقعدوا يبصوا على البحيرة، والشاو بيقول في نفسه وانا كنت بتوهم ولا ايه؟ فبيقوم العجوز ماسكه وبيقول له انا عارفك يا طفل، انت مش عايز تنزل عشان المية باردة شوية، وبيرميه في المية وبيقول له انزل هنا وما تطلعش، الفرصة اللي انت فيها دلوقتي في غيرك بيتمنوها. والشاو بيقول في نفسه فعلا البحيرة دي بتديك شعور رائع جدا، ممكن اللي انا فعلا كنت بتوهم، احسن اللي انا اركز دلوقتي على التمرين بتاعي. وهو بيبدأ اللي هو يتمرن، وبيقول فعلا انا بتمرن بسهولة كبيرة جدا، بالبحيرة دي انا ممكن اوصل لمرحلة شوية بسرعة جدا، والموضوع مش هيكون صعب خالص. وفجأة بيشوف حاجة وبيكون التنين طالع عليه وهو بيترعب، وبيقول لا ما كانش وهم، انما ايده بتخترقه، وبيقول لا ده فعلا مجرد وهم، الوهم ده كله جاي من عقلي، بس ده عامل زي حقيقة قوي، بس مش عارف انا ليه حاسس ان أنا شفت التنين ده قبل كده، هو شبه جدا حجر الروح الميت اللي انا اخدته، هو معقول ان انا قادر اشوفه بس بفضل حجر الروح اللي انا اخدته؟ وفجأة في كورة بتبدأ اللي هي تتصدع وتتكسر، وفي اللحظة دي البحيرة بيخرج منها انفجار كبير جدا، والعجوز بيكون فرحان وبيقول الولد ده فعلا بيتقدم بسرعة، انا كنت عارف ان الولد ده موهوب، اختياري مغلطش. وبنروح بعد كده عند الأكاديمية عند البنت اللي اديته ورقة، وبتكون قاعدة وفجأة بتقول في حاجة اتحركت من ساعة ما شاو بدأ يتدرب على الفنون القتالية اللي اديتها له، والبوصلة دي عمالة بتتحرك كل شوية، بس دي فعلا أول مرة البوصلة تستجيب بالمنظر ده. وفجأة البوصلة بتنطفي تاني وبتقع، بس هي بتلحقها وبتقول أنا لسه مش قادر لحد دلوقتي اللي أنا أحدد المكان بالظبط، أنا من ساعة ما انضممت للأكاديمية دي من سنة، ودي أول مرة أشوف البوصلة بتتحرك. واضح إن أسطورة إن في كنز سحري موجود في الأكاديمية هنا حقيقة، وهقدر اللي أنا أوصل له قريب، وحتى لو شياو اتمرن على المهارة وقدر اللي هو يتقنها اللي أنا مديهاله، فهتفضل ناقصة لأني ما اديتهالوش وهي كاملة، ومش هيقدر أبدا اللي هو يتقنها بنسبة 100%. عموما أنا مش مهتمة بيه، ومش عارفة لو هنتقابل أصلا مرة كمان. وبنرجع للبحيرة، والعجوز بيبقى عامل على نفسه درع من الطاقة عشان ما يتبلش، وبيقول ده عدى 17 يوم من ساعة ما هو دخل البحيرة. انا بجد مش مصدق الولد ده قدر اللي هو يوصل للمرحلة الستة في وقت قصير قوي، انا عمري ما شفت موهبة زي كده قبل كده. والشياو بيكون تحت المية وبيحصل تاني انفجار كبير وبيطلع منه عدد كبير من التنانين المائية، والشيخ بيقول دي قوة غير طبيعية قدرت اللي هي تنزل للعالم ده، نزلت جوه الولد ده. والشياو اخيرا بيخرج من المية وبيقول انا حاسس بقوة كبيرة جدا في جسمي، والشيخ اول ما بيشوفه بيقول له انت قوتك دلوقتي بقت قد الجبل، انت قدرت دلوقتي كمان توصل للمرحلة السابعة، مع انك كنت دخلت البحيرة وانت في المرحلة التالتة، انت دلوقتي حاسس ان الهوا نفسه اللي حواليك بقى اقوى بكتير مش كده؟ وقادر ان انت تتحكم بالطاقة اللي في الهوا. ايوه فعلا انا حاسس بده، ايوه انت بقى في قوة عملاقة دلوقتي جواك، دي هي قوة صقل الجسد بالنسبة لقوة الهوا. بعد ما قدرت ان انت تجمع قوة من السماء والارض، فقوة الهوا بدأت اللي هي تتحول لتشيبي يخش جوه جسمك بشكل تلقائي، القوة دي بقت قادرة اللي هي تخش جسمك وتزيد جدا من كل معدلاتك، ودي عاملة زي قوة جديدة في جسمك تقدر اللي انت تستخدمها، وهي قوة نقية جدا علشان جاية من الهواء. والشاو بيقول طب انا كده هيحصل صراع ما بين جسمي ما بين القوتين دول، قوة جسمي وقوة الهواء. بص هو انا مش عارف، انما في العصور الوسطى اول ما ظهرت لأول مرة طريقة صقل الهواء دي، كان في عدد كبير من الناس راحوا على طول وبدأوا اللي هم يتدربوا عليها، ومع اني بطلت اللي انا اسمع عنهم اي حاجة، ففي الغالب في شوية أعراض جانبية ممكن اللي هي تظهر، وعلشان كده انت لازم اللي انت تختار طريقة واحدة من الاتنين دول وتتدرب بيها طول عمرك. طب تمام أنا ممكن أفكر في الموضوع. والعجوز بيكون فرحان وبيقول أنا عمري ما شفت حد بموهبتك من آلاف السنين، انت لو فضلت في التدريب البدني فانت أكيد هتكون أقوى مني في المستقبل. وشيو بيقول في نفسه أنا بعد ما اتدرب شوية كمان مش هيكون في لازمة للتدريب الجسدي. والشيخ بيقول له على العموم انت هتعرف قريب فوائد
صقل الجسم. دلوقتي انت ممكن اللي انت ترجع للأكاديمية، انا هبقى ادي لك هديتك التانية بعد كام يوم، وهديتك التالتة هديها لك اول ما توصل لطبقة ال10 من صقل الجسم. بالمناسبة لو حصلت لك اي مشكلة تعالي على طول، ما حدش خلاص ينفع اللي هو يجر اللي هو يضايقك وانت عندي. شكرا ليك يا شيخ علشان انت بتهتم بيا، بس انا همشي دلوقتي. وهو بيكون مشي والعجوز بيقول له سلام. بس صحيح انت ممكن اللي انت تيجي لهنا علشان تتدرب في اي وقت، بالرغم ان تأثير البحيرة عليك هيبدأ اللي هو يقل بشكل تدريجي، بس هيكون برضه احسن من ولا حاجة. وشياو بيبدأ اللي هو يجري ويقول انا بقالي هنا اكتر من 10 ايام على الجبل ده، مش عايز ان يكون وقت التسجيل فاتني. وبنشوف مشرف الاختبار وهو بيكون واقف وعمال بيدرب تلاميذ، ومدرس الفصل الرابع بيجي تاني وبيقول عدى كذا يوم وانا لحد دلوقتي ما شفتش اي حد من طلاب فصلك عمل اي انجاز. انا مدرس للفصل تالت وطلابي مش تحت امرتك وانت ملكش تحكم فيهم، وانت اصلا على طول بتيجي وبتجيب معاك كتير من طلاب الفصل الرابع علشان يعملوا قتال مع بعض. انا عموما ما عنديش مانع في اللعب معاك، بس في الغالب انت مشغول دلوقتي عشان مفروض تروح وتسجل في مكتب فنون الأكاديمية. طب هو شياو فينا؟ ما شفتوش عشان يجي يسجل في الأكاديمية. ففي ولد بيتكلم وبيقول، وبيكون اسم الولد دي، وبيقول يا معلم انا ما كنتش موجود زمان وعشان كده عاوزك اللي انت تنصحني. ومدرس الفصل الرابع بيقول ده هو الأول على الفصل الرابع وهو ساب تدريبه النهارده علشان يجي ويقاتل شياو، فأحسن لك اللي انت تجيبه لنا بسرعة. فساعتها المشرف بيتعصب ودي بيبدأ اللي هو يعلي صوته ويقول شياو تعالى لهنا. فبيجي طالب وبيقول شياو ما جاش لهنا النهارده، انا اسمي ليو، تعالى وقاتلني بداله. ودي بيترعب وبيقول في نفسه هو مش ده الاول على الفصل الثالث، انا اكيد مش مدي ليه. وبيقول له الشخص اللي انا عاوز اللي انا اتحداه هو شياو مش انت، لو هو ما كانش عنده الجراءة علشان يجي ويشوفني فقولوا لي علشان امشي. والمدرس بيقول ليو انت ما تقدرش اللي انت تدافع عن طلاب تانيين، مش من حقك الا اللي انت تمثل نفسك، واحسن لك اللي انت تفتكر انت لسه عيلتك فقيرة، فبلاش اللي انت تقعد تدور على المشاكل، علشان انت لو عملت حاجة كبيرة واتطردت من الأكاديمية عيلتك الفقيرة مش هتقدر اللي هي تساعدك. وفجأة في حد بيحط ايده على ظهره وبيقول انا ما كنتش متوقع يا مدرس الفصل الرابع اللي انت هتهدد التلميذ هنا بعيلته متجاهل كل قوانين الأكاديمية موجودة. والولد بيتخض لما بيلف علشان يشوف مين بيلاقيه شياو، وبيكون اخيرا وصل. وبيقول لليو اوعى اللي انت تتراجع النهارده، انت لو تراجعت النهارده فشجاعتك وكرامتك اللي هتخسرهم عمرهم ما هيجوا تاني. والمعلم بيكون فرحان وفيه تلميذ بيقول شياو اخيرا رجع، ومعلم الفصل الرابع بيقول اخيرا وصل. ودي بيترعب وبيقول هو ده شاو. ومشرف الاختبار بيقول هو غاب بس كام يوم مع ذلك كان حاسس بفرق كبير جدا في قوته. وشاو بيقول انت احسن واحد في الصف الثالث في القسم الخارجي فاياك اللي انت تخاف. والمشرف بيقول له انت لو احتجت اي حاجة في اي وقت فكل الطلاب هنا هيقدروا اللي هم يساعدوك. وكل الطلاب بيقولوا ايوه انت لو عايز اللي انت تنمر على اي حد فينا فانت كده بتنمر علينا كلنا، احنا كلنا هنا ايد واحدة. ولو بيقول ايوه فعلا انا واحد من الفصل الثالث، وتحدي ليو يعتبر تحدي للفصل الثالث كله. وبيلف وبيقول له اي حد هنا يتجرأ اللي هو يتحدى الفصل الثالث فلازم يعدي مننا الاول. ومدرس الفصل الرابع بيقول انتوا مجرد اطفال بتفكروا بشكل غلط، وعلى العموم يا شاو طالما انت هنا فتعالى دلوقتي وقاتل. وطلاب الفصل الرابع كلهم بيقعدوا يقولوا ايوه لو انت راجل يلا قاتل. والشاو بيتحرك وبيقول بعد كل ده لو انا ما قاتلتش هكون في موقف محرج. والمعلم بيبدا اللي هو يزق دي ويقول له يلا بقى روح. ودي بيكون مرعوب وبيقول هو انت شاو؟ فالمعلم بيقول له ايوه هو ده شاو، يلا بقى وريه قوتك. والشاو بيقول انا ليه حاسس ان انا شفتك قبل كده. والطلاب بيقولوا يلا يا دي كسر له عظمه. وهو بيقول في نفسه خلاص بقى خلاص هتودوني في داهيه. والشاو بيقول ايوه صح دلوقتي افتكرت انت كنت في المكتبه في اليوم ده. ودي على طول بيقول انا بطني وجعني وانا لازم اروح للحمام حالا. وبيطلع يجري من نصهم وبيقول انا اكيد اكلت حاجه بايظه فلازم ان انا اتحرك دلوقتي. وبيتحرك باقصى سرعته. والشاو بيقول ده طلع واحد من اللي انا ضربتهم في المكتبه من كام يوم. فالشاو بيقوم ضارب الارض برجله مكسرها وبيقول انا عارف ازاي اوقف اللي عايز يهرب. وبيشوط حجر بقوه كبيره جدا بيجي في رجله وبيقع على الارض. وكل العيال بتكون قاعده بتتريق
عليه، والمعلم بيقول له هو انت بتعمل ايه؟ ما تقوم يلا وتقاتل. وشاو بيقول له تعالى لي يا حبيبي، مش انت كنت قوي من شويه؟ وريني القوه دي. ودي بيقول في نفسه انك دلوقتي في مشكله كبيره جدا، مش عايز الله تضرب تاني بالعنف ده. وفجاه بتجيله فكره وبيقول صحيح المكتبه، وبيزعق وبيقول احسن لك يا شاو ان انت ما تقربليش، يا اما هقول لكل الناس اللي انت على علاقه بيون. انا شفتك بعناية وانت في المكتبه وهي بتدي لك جواب غرامي. وشاو ما بيكونش فاهم اللي بيقوله، كل التلاميذ بيكونوا في حاله صدمه وبيقولوا لا طبعا لا، ده مستحيل ان الكلام ده يكون حقيقه. لا حقيقه، هما الاتنين على علاقه. وشاو بيكون في اللحظه قدامه وبيقول له قول لي دلوقتي اللي انت قلته بصوت عالي. وهو بيكون مرعوب، وشاو بينزل فيه ضرب وعج. انا اوريك ازاي تنشر عليا الاشاعات. وبينزل داك فيه قصاد كل العيال وما بيكونش رحمه، وهو بيقعد يقول له وقف ارجوك كفايه انا بستسلم. ومدرس الفصل الرابع بيتعصب وبيمشي وبيقول اللي انتوا بتعملوه ده مجرد عار عليكم، كله يمشي من هنا ويتفرق. وكلهم بيبداوا اللي هم يمشوا ورا المعلم بتاعهم. وشيو بيقول فعلا الولد ده غلبان، سواء كان ذكيه او قوته فالاتنين ضعيفين. فالمشرف بيجي وبيقول له شغل كويس جدا يا شاو، انا فعلا فخور بيك، انت تطورك فعلا سريع جدا يا شاو. صحيح انا سجلت اسمك في الاختبارات الداخليه للاكاديميه السنه دي، بجد شكرا جدا ليك يا معلم. انا كنت هنساه وكنت خايف جدا لا يفوتني ميعاد الاشتراك. لا ما تقلقش، انت هتقدر ان انت توصل للقسم الداخلي بقوتك دي. وللي مش فاهم للتوضيح، الاكاديميه دي عباره عن قسمين، داخلي وخارجي، وهو دلوقتي في القسم الخارجي، وعشان نروح للقسم الداخلي بنحتاج اللي هو يعدي باختبار. نكمل، ومعلم بيقول له الموضوع كله مش مشكله، انت كل اللي محتاجه هو 1000 عمله علشان التسجيل. وساعتها شيو وشه بيجيب الوان وبيفتكر اللي هو معهوش الا 90 عمله. فالمعلم بيقول له ايه، هو انت عندك مشكله؟ لا لا ما عنديش، اكيد لها هلاقي حل، انا لسه قدامي 3 شهور وهقدر ان انا الاقي حل في الفتره دي. فالمشرف بيقول له انا ما عنديش عموم حاجه ممكن اللي انا اعلمها لك في فنون الدفاع عن النفس، بس انت لازم اللي انت تتصرف في ال1000 عمله خلال ال3 شهور الجايين، ولو ما قدرتش اللي انت تجيبهم يبقى تعالى لي ساعتها مره كمان. واليو بيروح وبيقول له برغم ان 3 شهور دي فتره قصيره نسبيا، بس في مهمات كتيره جدا موجوده في القاعه ممكن اللي هي تجيب لك مئات العملات مره واحده، وانت بس لو كنت محظوظ شويه فهتقدر اللي انت تنجح وتجمعهم بسهوله. شكرا جدا ليك اللي انت فكرتني. طب ما تقول لي ايه حوار بقى يون ده؟ لا لا ما تخافش، دي مجرد اشاعه يا عم، حتى لو مش اشاعه ما تخافش، انا مش هاخدها منه، يلا يا عم الله يسهله، ما تخافش دي مجرد اشاعه بس بتنتشر بسرعه، سيبك منها. والعيال بتبدا اللي هي تبص له بصات غريبه، وهو بيقول في نفسه واضح ان بسبب الاشاعه دي الطلاب بتوع الاكاديميه هيبداوا اللي هم يكرهوني. وبيروح قدام القاعه، بيكون قدامها في بياعين كتار جدا. قرب يا بيه، قرب يا هانم، بنبيع برخص الاسعار وبسعر الجمله. وبيكونوا قلبينها سوق، وهو بيخش القاعه وبيتصدم من اللي بيشوفه، بيكون مكان كبير قوي. وبيقول البطاقات الموجوده جوه العاصفه دي هي بطاقات المهمات، وواضح ان انا لازم انط جوه العاصفه علشان اقدر ان انا اجيبها بنفسي. الموضوع ده مش هيكون صعب. وفي واحد بيجيب بطاقه وبيقدر اللي هو يخرج من العاصفه، وبيقول 30 عمله عشان المهمه دي. وهو بعد ما بياخدها بيجي يجري بسرعه. والشيو بيقول واضح ان لازم بعد ما اجيب المهمه اوديها بسرعه للسجل. وفي فجاه كوره بتطلع من العاصفه وبتظهر مهمه ب 300 عمله. والشيو بيقول دي ب 300 عمله، لازم اللي انا اجيبها حالا. وبينط علشان ياخدها، انما بيتشفط من العاصفه. بيقول هو ايه اللي بيحصل ده؟ العاصفه بتمتص كتير من قوتي. وفي فجاه رجل بتتحط عليه، وبيقول له معلش بقى سامحني. وبيستخدمه علشان يحاول اللي هو يجيب بطاقه. فالشيو بيبدا اللي هو يستخدم ايده وبيبعد عنه الراجل، فالراجل بيقوم ضربه برجله. فالشيو على طول بيحرك ايده وبيمسك في رجله وبيطيره من المكان وبيجيب المهمه. وبيخرج من العاصفه وبيطلع يجي وبيقول معلش بقى يا صاحبي بس انا محتاج جدا العملات دي. وفي راجل بيوقفه وبيقول له استنى هنا وسلمني بسرعه المهمه بتاعتك. والشيو بيقول في نفسه الراجل ده اقوى بكتير من اللي حاول يسرق مني المهمه في العاصفه. والشيو بيقول ايه مش قواعد المكان ده اللي انت تحصل على مهمتك بنفسك؟ فالراجل بيقول له القوه هي اللي بتعمل القواعد، فاحسن لك اللي انت تسلمني المهمه دي بدل ما تتضرب. انت كل ما قدرت اللي انت تجيب عملات اكتر وكل ما قدرت اللي انت تتطور بسرعه اكبر، علشان كل الموارد والحاجات اللي انت محتاجها علشان تطور بتتجاب بالعملات. فانت احسن لك اللي انت تسلمني المهمه دي بسرعه بدل ما نسبه تعرضك للضرب تزيد. والشيو بيبدا اللي هو يجهز ايديه، واللي قدامه كمان بيبدا اللي هو يجهز.
جاهز للقتال بتاعهم. وفجأة في حد بيقول ما فيش لازمة للقتال، يو سيب المهمة للولد ده. سيد تشينو انت ليه بتديله هو المهمة دي؟ انت عارف ان حتى اخويا محتاج جدا المهمة دي، اخوك ليس ند. الولد ده قدر اللي هو ياخد البطاقة من عاصفة الرياح لوحده، وما احتاجش حتى اللي هو يستخدم خرزات الرياح. ويو بيقول هو اصلا ممكن ان حد يجيب بطاقة من غير ما يستخدم خرزات الرياح. وشيو بيقول هو في ايه وانتوا كلكم عارفين خرزات الرياح هي ايه الخرزات دي؟ ده فعلا ما يعرفهاش. تمام انا هسيب له المهمة دي، وانا فعلا بعترف بقوتك. وبيمشي وبيسيبهم. والعجوز بيقول انا هنا مسؤول عن المهمة دي، اهلا بك بالانضمام معانا. والشيو بيقول انا اسمي شيو، شكرا لك على مساعدتي. والعجوز بيضحك ضحكة غريبة، اما توقعتش ان هيكون في ولد صغير بالموهبة دي علشان يقدر اللي هو يجيب مهمة صعبة زي دي. والشيو بيقول في نفسه هو ليه الراجل ده بيضحك ضحكة مريبة زي كده، وبيروح علشان يسلم المهمة للسجل. والشيو بيسأل العجوز بيقول له ممكن دلوقتي اللي انت تشرح لي ايه نوع المهمات اللي ب 300 عملة ده؟ مش لازم اللي انت تستغرب، في لسه 8 اشخاص غيرك انت ويون، كلنا هنتجمع بعد 4 ايام على الجانب الشرقي للمدينة، وساعتها هيكون ممكن ان انا اشرح لك كل حاجة. تمام شكرا ليك. والشاو بيمشي من المكان، والعجوز بيبتسم ابتسامة خبيثة وبيقول طعم جديد. فيا ترى ايه حكاية العجوز ده وايه قصة الطعم ده، ويا ترى هيكون فيه ايه في المهمة اللي شاو هيروحها؟ ده كله هنعرفه الفيديو اللي جاي. فما تنسوش قبل ما تمشوا لايك كومنت شير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وصلوا على النبي وسلام.